عارفة ليه لسه ما صالحكيش؟ عشان شافك بتعيطي أو بعتيله 10 رسايل عتاب فبقى ضامن وجودك. النهاردة هقولك الحركة اللي هتخليه يقلب الدنيا عليكي ويجي يعتذرلك وهو خايف يخسرك من غير ما تفتحي بقك بكلمة واحدة. ركزي في كل ثانية لأن اللي هقوله ده كود سري مفيش راجل بيقاومه. بس قبل ما اكشفلك السر، صلي على النبي في التعليقات واعملي لايك للفيديو واشتراك في القناة عشان يوصلك كل أسرار التعامل مع خطيبك. ويلا بينا ندخل في الموضوع. أول سر هو قاعدة الاختفاء المفاجئ. الرجل بطبعه بيطارد اللي بيهرب منه. لو متعودة إنك انت اللي بتسألي وتعاتبي، وقفي تماماً. الصمت العقابي الذكي بيخليه يسأل نفسه: هي ليه ما كلمتنيش؟ هل في حد تاني في حياتها؟ ولا هي خلاص استغنت عني؟ تاني سر: استمتعي بحياتك من غيره. اطلعي، اتصوري، وانشري صورك وانتي سعيدة. الراجل لما يشوفك مش منهارة بسببه بيبدأ يحس إن قيمتك عندك بتقل، وده بيستفزه كبرياءه جدا ويخليه يلف حوالين نفسه عشان يرجع اهتمامك. أما السر الأخير فهو الرد البارد والمهذب. لما يقرر يكلمك أخيراً، ردي بذوق بس باختصار شديد. ما تديلوش الفرصة يحس إنك كنتي مستنية المكالمة بفارغ الصبر. الخلطة دي هي اللي بتخليه يجي يصالحك فعلياً وهو اللي بيطلب السماح عشان يحافظ على وجودك في حياته. جربي الطريقة دي وادعيلي.